السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. فيديو النهاردة امبارح المنتج والممثل هشام ماجد نزل على حسابه على انستجرام وقال ان سنة 2024 بدايتها بداية سعيدة. تم من كام يوم قراية الفاتحة بيني وبين ليلى أحمد الزاهر، والخطوبة إن شاء الله قريب بإذن الله. باركولنا وادعولنا ربنا يتمم بخير. وفي نفس الوقت كانت ليلى برضو أحمد زاهر منزلة الصور بتاعتها هي وهشام وهم في البيت برضو قاريين الفاتحة واحتفالات وسط العيلة. فطبعا يعني ليلى دي فاكرينها انتوا في تامر مع تامر حسني في عمر وسلمى، كانت عامله ازاي صغنونه خالص سبحان الله. الوقت عدى وكبرت واتخطبت ما شاء الله. هي كانت لابسه فستان جميل قوي دانتيل ابيض وحلو جميل بكمام وجميل جدا. واحمد زاهر برضو نزل على الانستجرام بتاعه صور الخطوبة وقال تمت خطبة بنتي حبيبتي وروحي. وطبعا يعني بيتجمل في بنوته جامد، ربنا يخليها له على صديقي وصاحبي وحبيبي هشام ماجد. من الواضح ان هشام واحمد زاهر في بينهم علاقة، يعني علاقة حب، علاقة احترام، صداقة. ومن المعروف ان هشام كان بيمثل مع ليلى احمد زاهر، كانوا بيمثلوا فيلم في بيتنا روبرت. حتى الروبرت يعني اللي هو وهبه اسمه ايه، اللي هو كان عامل دور الروبرت دوت، قام وعمل لهم برضو نشر صورتهم وبارك لهم على الخطوبة السعيدة. فمثلوا مع بعض الخطوبة، مثلوا مع بعض المسلسل. ومن ساعتها كده الواحد كان، مش هقول لكم الواحد كان قلبه حاسس، بس يعني حلو هما الاتنين لزاز يعني. بس الواحد برضو شايف ليلى لسه صغنونة، البنت اللي هي انت بتعرف تعمل ايه. فربنا يسعدهم امين يا رب العالمين، ويتمم امرهم على خير امين يا رب. هم ناس محترمه، وهشام المفروض ان هو حد محترم ودماغه كويسه، يعني منتج ودماغه حلوه قوي ما شاء الله. ربنا يسعدهم امين يا رب العالمين. وعقبال اختها يا رب، اختها جميله برضو ما شاء الله بعد ما خست، جميلة جدا ما شاء الله، الله أكبر. ربنا يسعد أحمد زاهر بأولاده ويفرحه بأولاده، وتكون زيجة حلوة كده وجميلة. ربنا يسعدهم يا رب أمين يا رب العالمين، ويسعد كل من كان يا رب. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك، وأشوفكم على خير. يلا سلام.